حاولي بقدر الامكان تكون لانجري ملفتة، ممكن تكون كلها مقفولة بس مفتوحة من حتة واحدة بس. تسألنيش الحتة دي فين، ما لاقيش واحدة تقول لي انا بحب انام بالبيجامة. النقطة اللي بعد كده وانا عايزة اقولك عليها، كتير بقى رجالة بتروح بقى اماكن في القاهرة وبره اماكنها المعتادة في اماكن متخصصة لكده عشان بس يحس الاحساس ده، وهي ما تكونش اصلا مراته ولا اي حاجة خالص. وهو المساج. الرجالة بتحب المساج جدا جدا، وخصوصا بقى لو ست عارفة ازاي تعمل مساج صح، ازاي تعرف، لان هو انواع اصلا، في مساج اللي هو عشان تفوقيه، في مساج رومانسي، في مساج اغراء بعد اماكن معينه ما بتعملوا فيها مساج. صباح الفل صباح الفل، احنا هنقول بقى عليك الله يرحمك يعني، او بكره تاني يوم الصبح نطمن عليكي عايشه ولا ميته، ليه انتي خلاص انتي جهزتيه. ففي ناس او في رجاله بتروح اماكن عشان تروح تعمل المساج ده. تمام. طيب انا اعمل ايه تعملي المساج ده؟ وانا بقول لك عشان اعرفك هو انواع المساج مثلا؟ لا اكيد طبعا لا. فانت تعملي المساج ده، تتعلمي تعملي ازاي مساج. ما بتعرفيش تعملي سيرش، جوجل ما خلاش يا جماعه. هي زيت من عند اي محل بيبيع مستحضرات اللي هو التجميل او مستحضرات الالعاب الزوجيه خصوصا بتاع المتزوجات، موجود عنده كل ده. بيبقى زيت معين كده بيسخن الجسم، بيبقى مزفلط قوي، ما بتدعكي بيه حتى الجسم. الراجل بتحس ان هو منسجم، الله جميل. عارفه انت الحاجات دي؟ انت وشطارتك، كون ان انت بتتلامسي مع جوزك وكل حته في جسمه، الموضوع ده بيفرق وبيجرأك عليه اكتر. الموضوع مش مجرد يعني عارفه اللي هو التعامل العادي وقت ما بتكونوا عايزين بعض، لا بالعكس، حته الجرأه دي بتأهل لحاجات كتير بعد كده. ونفس النظام برضو لو هو هيعمل لك المساج ده، كون ان هو هيعمل لك مساج فبالتالي بيخليكي تعملي فوكس على كل جسمك، لان هو هيعمل لي مساج في كل جسمي، فانا لازم كل جسمي يكون اي شعرايه فيه مش موجوده خالص. انا لازم اكون بيضه فل قشطه، لازم اعطر كل الاماكن، لازم في الاندر ارم يكون الموضوع نظيف جدا وفيه ديودرنت، لازم ما بين السنسيتيف اريا، المنطقه الحساسه ما بين عند البنتي كده، لازم الحاجه دي تكون نظيفه دايما، حتى لو انت مش متجوزه على فكره. هعمل لك النظافه الشخصيه لو انت بنوته، حتى طول الوقت انت بتلاقي وانت حتى قاعده بره في ريحه حلوه، الريحه الحلوه دي منك والله العظيم. في حاجه كده انا بحطها طول الوقت، انا قاعده بره انا شامه ريحتي حلوه، كون ان انا شامه ريحتي حلوه طول الوقت دي حاجه بتريحني نفسيا، سواء بقى في العربيه، في الشارع، في الشغل، في بره، في النادي، الحاجات دي كلها بتفرق. فانتي كست اقل حاجه مسك الطهاره على بدايه البنتي وخلاص، صباح الفل، انت كده بقيتي فله شمعه منوره. تمام. فحته ان انت تهتمي بنفسك، تاخدي بالك من نفسك، الحركات دي بتاهلك وبتجرأك ان هو ممكن برضو يعمل ايه مساج. طيب الحاجه اللي بعد كده ان انت ممكن تغيروا المكان اصلا. يعني انتوا ممكن مش لازم على طول في اوضه النوم، مش لازم على طول في اوضه الاطفال، مش لازم على طول يبقى في المكان اصلا. احنا ممكن اصلا لو انت عندك اطفال بتسربوا الاطفال وتروحوا ليلتين بس في فندق او ليله في فندق، انتوا يعني احنا الليله دي هنقضيها من بدايتها في الفندق على البسين، تلبسي جديد مش عارفه ايه. كون ان هو اصلا انت في مكان مختلف بره بيخليكي تتجرئي تعملي اللي انت عايزاه وما في بالك كله مام حبيبه قلبي. كون ان هو اصلا شايفك ان انت مترجمه ومترجته ده، وفي حركات جديده هنعملها وفي حاجات جديده هنجربها يا اختي. النقطه اللي بعد كده، ودي اللي واحده صاحبتي قالت لي انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه، قلت لها شجير يا مصيبه. قالت لي انا جوزي طلب مني طلب غريب، انا اتحط في دماغي الطلب اللي هو متحرم، اللي هو مذكور في القرآن، اللي هو ما ينفعش يتجمع بيها منه. فقلت لها طيب قولي. خلاص بقى انا مستعده للي هتقوله. فلقيتها بتقول لي انا جوزي قال لي تعالي ناخد شاور مع بعض. انا كملي بس يعني دي المشكله، ده الطلب الغريب. قالت لي طبعا هاخد شاور معاه. ليه تاخدي شاور معاه ليه؟ يعني ايه ليه؟ يعني ايه يعني؟ فين المشكله؟ هو انتوا ضاربين ورقه عرفي ولا ايه؟ جوزك حبيبه قلبي يعني فين المشكله؟ قالت لي لا انا مش هقدر اعمل كده. يعني ايه مش هتقدري تعملي كده؟ هو مش ده جوزك وانتوا بتتعاملوا عادي قالت لي لا بس ما يشوفنيش في النور. ما يشوفكيش في النور؟
امال بيشوفك ازاي؟ امال انتوا مع بعض زي لا 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 لا، عمره ما شافني، عمره ما شافك. ايه ده يا كنجي؟ يعني انا عارفه لو بالبركه. فالموضوع مخليها عندها رهبه وان دي مشكله، وان هي متوتره لانها يعني قال لها المره الجايه لازم ناخد شاور. فكون ان انا اعمل كنترول عليها ولا اهدي والموضوع جميل وموضوع بسيط، بس ابدأي مهدي من قبلها عشان تقدري تتعاملي. خدت وقت وما عملتش كده من اول مره. فاكتر حاجه بتجرأ نفسك او بتجرأك انت على جوزك ان انتوا تاخدوا شاور مع بعض. يعني يا جماعه هي دي بديهيه، دي حاجه حلوه جدا، وحاجه انت بتحسي اصلا ان في اختلاف، وهو كمان بيفرق. حتى لو انتوا مثلا رحتوا مثلا مكان بره او حاجه، عارفين اللي هو ايه، يعني بتتعاملوا بقى بانيو لوحدكم. الحاجه الوحيده اللي ما تعرفيش اصلا تاخدي فيها شاور مع جوزك لو هو مثلا التويليت بتاعكم كابينه واحده، والله وبتتقضى. يعني انتوا ممكن تتزنقوا انتوا الاتنين كده في نفس الكابينه، فما تحسسيهوش ان دي حاجه مستحيله. اتلككي وقولي هدعك قفاك عشان قفاك دايما مقلحف. هاتيها باي شكل من الاشكال. ده انا نسيت اخد شاور النهارده. عارفه انت الطريقه، اعرضيها بطريقه شيك، بطريقه حلوه. تحب اخد شاور معاك ولا لا؟ بلاش، ولا خلاص بلاش واخرجي. عارفه لو هتلاقي ايه ده بجد، طب يلا ومش عارفه ايه. لكن انا حرفيا صاحبتي اللي هو ايه، يا ضنايا يا ابني، يا ضنايا يا ابني، وانت بتعمل ايه يا ضنايا؟ يعني اللي هو ايه ده ازاي؟ فانتي ما تخليهاش مشكله معضله، لا، ده بيجرأك جدا على الزوج. بعد كده بتلاقي الدنيا حلوه. في نقطة مهمة جدا 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 الزوج بياخد فيها براحه قوي، الست بتتجرأ جدا على جوزها، بتبقى نقطة فيصل. بس انا خليها اخر حاجة خالص، لان دي بتصلح اي علاقات فيها اي دروبات. ولكن خلينا نخش على الحتة الحلوة، حتة اللانجري. مش لازم خالص اللانجري يبقى وقت السيكشوال او وقت الانتركورس خالص. انت ممكن لو في لانجري حلو، حرير، ستان، دانتيل، الحاجات دي كلها انت ممكن تنامي بيه. ما لاقيش واحده تقول لي انا بحب انام بالبيجامه، لا. ما لاقيش واحده تقول لي انا بحب انام متكلفته. يعني انت لما تنامي متكلفته، هو يعني مين يعني؟ ينفعش، والله ما ينفع، والله ما ينفع. بس انا عذراكي، طالعه لك اقول لك كده بقى، خدي بالك مش هينفع. نمي احساس الذكوره عنده، نمي احساس الرجوله عنده، ان انا جنبي ست حلوه قوي. ايه ده، انا نايم جنبي ست. انت واخده بالك من الحته دي؟ الحته دي مهمه جدا جدا جدا. غير كده كمان، وانت بتختاري اللانجري بتاعتك، حاولي بقدر الامكان تكون لانجري ملفته. ممكن تكون كلها مقفوله بس مفتوحه من حته واحده بس، تسالنيش الحته دي فين، مش هينفع اقول. بس هي بتلفت نظره. ايه ده يعني؟ هي في حاجات بتبقى مفتوحه، هي بقى انتبه ان السياره ترجع على الخلف بس. فحاولي بقدر الامكان ما يكونش لانجري عادي، ما يكونش حاجه سير ومفتوحه وخلاص يلا ومش ايه ده، في ايه ده. وما تربطيش حته اللانجري بان يلا عشان هنعمل ايه ده يا جماعه، هرجع يا جماعه، مش نافع كده. حاولي تتفنني، حاولي تتبسطي. جينا وانا معايا واحد بصي ما يملاش عينه غير التراب، حاولي تشتغلي عليه بقى. يعني هو ما بيملاش عينه غير التراب، حاولي تشتغلي عليه. اشتغلي على نفسك الاول، مش هقولك تصلحيه هو الاول. بصي الراجل بيجي وبالحاجات دي بيجي وش حرفيا، وخصوصا بقى لو كانت مراته، وخصوصا بقى لو كانت يعني معاه دايما على طول كده، هتحميه من بلاوي بره كتير. فالستات مش فاهمه ده، والستات اللي فاهمه ان الحياه دي كده فاضيه ومش فاضيه، لا، هو انت متجوزه اصلا عشان تبني بدي، وبعدين تقدري تكوني نفسيتك كويسه فتتعاملي فتتعمروا الموضوع يكبر. لكن مش عشان انت متجوزه وخلاص. لو ما استمتعتيش بده حرفيا انت مش تبقي مبسوطه. تمام. فحته اللانجري مهمه جدا 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 جدا. النقطه اللي بعد كده عشان نخش على الجوكر بقى اللي هيجيب من الاخر، الاضواء الخافته. الاضواء الخافته خالص خالص، اللي هو انت شايفاه نص نص، اللي هو يعني سوري يعني انتوا فيلم. تمام. الوان الاباجورات او الالوان الانوار اللي هي الورم، اللي هي
الخفته البسيطه الصفرة مش البيضه، اللي هي تحس ان انت عايزه تنامي. لو في اصوات مثلا ممكن تشغليها، لو في برفيوم معين هو مرتبط بيه الموضوع ده وبيحركه، لان في رجاله بتربط العلاقه الحميمه بينها وبين مراتاتها بالبرفيوم ده، فبمجرد ان هو بيشم البرفيوم ده فبيسخن فعلى طول فبيتعامل. في رجاله كتير قوي كده، زمايلي كلهم بيقولوا لي كده، لو حطيت البرفيوم كذا لا بيتحس ان هو متشتت، اول ما احط التاني لا خلاص هو اتجهز. انتي شوفي هو السيستم بتاعه رايح فين وتوجهي عليها. تمام. فمهم قوي انك تحضري وتأهلي الاجواء عشان ما يبقاش 1+1=2. احنا عايزين 1+1 ممكن يبقى 1.5. طب ما يمشيش معاكي 2، لا والله ممكن نخش على 3. ايه ده والله ده ممكن يكون 5. فتقعدوا تمطلوا لحد ما تكتشفوا ان فعلا 1+1 ايه ده 2 بجد، ده احنا سرحنا خالص. فاهمه حاجه؟ فدي نقطه مهمه. الجوكر بقى اللي هيلخص لك الليله دي كلها، وحرفيا اللي هو النقطه دي بس بمقام كل نقطه انا قلتها لكم، وهي وقت ما بتكونوا تدردشوا مع بعض، قاعدين قعده صفا، لب وزداني، كوبايه شاي في البلكونه او في الفراندا، يعني نايمه على رجله، بلاش بقى خالص، يعني بلاش مصروف البيت، عندنا ناقص رز، 2 مكرونه، 1 بفتيك، الولاد ومصاريفها، حمودي تعب بوجي، انتوا فاهمين؟ امال يا دينا نتكلم في ايه؟ تعالي ما اقولك. دردشوا في العلاقه الحميمه ما بينكم، دردشوا فيها، قولي انتي بتحبي عنده ايه، وايه لو حصل بيكون احسن من ايه، وايه بتحبه فيا، وايه اللي ممكن يخليك مبسوط، وهو يسألك. فالكلام في الموضوع ده بيجرجر، خليكي تتجرئي، فبالتالي رحنا فين؟ في حتة تانية خالص. انت ممكن يشيلك هلا بيلا ويلا صباح الفل. دي حاجة بتجرئك انتي كست مع جوزك، عشان ما يبقاش فيه الموضوع ايه، بيبقى خايف يقولك عايز يعمل حاجة وهو ما اضمنش يعني رد فعلها، ما اضمنش نظرتها ليا. نظرتها ليك ايه يا باشا؟ نظرتها ليك ايه؟ ده انت جوزها. فهو يقولك لا 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 لا، هي مش متودكه، هي مش فاهمه، بيتكلموا كده ايه، يا اما مع اختهم يا اما مع امهم، لا 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 لا، هي مش عارفه، هي مش يعني هو السلام عليكم وعليكم السلام، انت فاهمه؟ فحاولي بقدر الامكان تكوني مكفيه جوزك قوي ومشبعاه قوي، وانت بتعملي كده مش مجرد ان هو فرض ولازم اعمله، لا، انا عشان انا كمان اتبسط، عشان انا كمان لما مبسوطه وشبعانه فبالتالي هقدر انور في بيتي. انتي النور بتاع بيتك، لو انتي مبسوطه وانتي فرحانه وبتشتغلي عرفيه كمان ان انا الحاجات دي بتفرق معايا نفسيا، بتبسط قوي لما بتكون موجود معايا، بتبسط قوي لما بحس ان انا شخص بالنسبه لك انت بيحركك من جواك، او ان انا بيبقى فيه سنه اغراء. تمام. طبعا في فيديو اصلا عن الاغراء، تمام، ولكن انا عايزاكي انت تحسي بنفسك ان انا ست حلو. انت حطيتي برفيوم، شلتي شعر جسمك كله، شويه برونزاج كده مع حبه ميك اب، وشعرك الجميل مع حته حلق، حته تاتو، مش عارفه ايه، صباح الفل. ولا مارلين مونرو في زمنها، اي راجل بيشوف اي حته لحمه واخده بالها من نفسها بيشوفك زي ما قلت لك 100 مره توتال مش تفصيلي. الراجل بيبص على الجثه ما بيبصش على التفاصيل. يعني لو في شعرايه نسيتي تشيليها مش هياخد باله منها نهائي، الا اذا بقى بيعمل لك مساج هيحس بيها. انت فاهماني؟ بس كده حلوين. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. حاولت بقدر الامكان كده يعني احط لك كده بوينت صغيره. طبعا انت بقى جوجي حطي تاتشات براحتك، والله يعينك ان شاء الله ويسعدكم كلكم ويهدي سركم ان شاء الله. واقول لكم صدقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.